النهارده هنتكلم عن الفايكنج بس بعيد عن المسلسلات والافلام اللي اتعملت عليهم، ودول اسمهم بيرتبط بالقرصنه والحروب والسرقه والغزو. والفايكنج دول تقريبا كانوا افظع من المغول، واي جيش يقف قصادهم كانوا بيهزموه، وشكلهم بيبقى مخيف دايما بسبب فرو الدببه اللي بيبقى لابسينه. وقبل ما نكمل الفيديو بتاعنا انزل اعمل لايك وسبسكرايب وشير عشان القناه تكبر، وقبل اي حاجه صلى على النبي ويلا نشوف ايه الحكايه. الاول كده مصطلح الفايكنج ده كانوا بيطلقوه على القبائل الجرمانيه، ودي كلمه باللغه النورديه القديمه ومعناها الجماعات اللي بتسكن في الخلجان. المهم على حسب ما قالوا المؤرخين انهم جماعات بتعبد الهه وثنيه زي اودين اله الحرب وثور اله الرعد، وكانوا بيؤمنوا جدا بالبعث وانهم في الاخر هيخلدوا مع الالهه اللي احنا قلنا عليها دي دلوقتي. في بدايه القرن الثامن بدا ان هم يروحوا على المناطق الجنوبيه عشان يتاجروا مع جيرانهم في الزراعه، لان مهنتهم الاساسيه كانت الصيد، لان هم كانوا بيعيشوا في الاماكن الساحليه. في الفتره دي اتحد زعماء القبائل مع بعض عشان يستولوا على المجتمعات الزراعيه اللي كانت موجوده. وفي سنه 793 كان اول هجوم ليهم على الجزر البريطانيه، ومن بعدها على طول هجموا على الأماكن الفرنسية. وبالرغم من قوتهم الجسدية وهجومهم اللي اتشهر بالشجاعة والوحشية، إلا إن كان عددهم قليل جدا بالنسبة للمناطق اللي هم كانوا بيهجموا عليها، وعشان كده هجماتهم ماشية بمبدأ انتش واجري، بمعنى يهجموا على الأراضي وياخدوا اللي هم عاوزينه خلال يوم أو اتنين بالكتير، ويمشوا بسرعة قبل ما الجيش كامل يروح لهم. ومن هنا بدأ الفايكنج إن هم يفكروا في فكرة ذكية، وإن هم يضموا قبائل بدائية معروفين باسم البريسكيين، ومعناها الهائج او الغاضب. وطبعا مش محتاج اقول لكم ان هم عشان اقوياء هيضموهم، وتقدر كده تقول انه بسببهم خلى العالم كله يخاف من الفايكنج بسبب جسمهم المرعب الضخم الشديد، وان هم كانوا بيلبسوا جلود وبيلبسوا الفرو بتاع دببة بعد ما يموتوها بايديهم، وكانوا اقوياء جدا وكانوا بيحاربوا بغضب شديد جدا، ومحدش لحد الان عارف سبب الغضب ده ايه. ووقت ما بيكونوا في الحرب بيتعرضوا لاصابات وجروح مميتة، بس هما ما كانوش بيحسوا بيها، وبسبب سلوكهم المرعب في الحرب خلى الناس تقولهم عليهم ده حيوانات. وده عشان كانوا بيعملوا اصوات مخيفة قبل الحرب وبعدها، ومن هنا بدأ الفايكنج يبقى ليهم وضعهم. وبسبب غضبهم وقت الحرب ده خلى الناس بقى لها رأيين. ناس بتقول ان هم كانوا بياخدوا حاجة مخدرة عشان ما يحسوش بالألم وقتها، عشان كده مش بيحسوا بأي حاجة ولا أي جروح، والدليل على كده ان هم كانوا بعد اي حرب كانوا بيناموا فترات طويلة جدا. وناس تانية بتقول مستحيل يكون مخدر، لان مفيش مخدر هيخلوهم بكمية التركيز والاحتراف اللي هم بيبقى فيه ده وقت الحرب. والفايكنج زودوا اسطولهم وكبروه، وكانوا قاصدين ان هم يخلوه مخيف، وان يبقى على رأس اي اسطول يبقى فيه راس كده زي راس الافعى او التنين. واول ما مراقبين الابراج على السواحل بيشوفوا ان هم جايين كانوا بيهربوا بسرعه مع المدنيين. وطبعا اللي كان بيفضل مش محتاج اقول لكم ان هو كان بيموت في وقتها. في سنه 1844 كانوا بيقولوا في الفتره دي ان هي عصر الفايكنج، لان الفايكنج كانوا في عز قوتهم وجبروتهم في الفتره دي، فقرروا ان هم يحاربوا اسبانيا اللي في الوقت ده كانت تابعه للحكم الاموي للمسلمين. وبالفعل دخلوا اسطولهم الاندلس بكل سهوله، وده عشان كان في خلافات بين العباسيين والامويين في الفتره دي. بس لما الامير عبد الرحمن الاوسط حاكم الاندلس سمع بخبر سقوط اشبيليه، امر بتجهيز جيش كبير بقياده عيسى بن شهيد، وانضم القائد موسى بن موسى معاهم بجيشه بجنب المسلمين بالرغم من العداوه بينه وبين حاكم الاندلس. وبعدها بشويه عند تلال اشبيليه هجم جيش المسلمين بكل قوته على الفايكنج، وقتل منهم عدد كبير جدا ودمر اسطولهم بالكامل. وفي الفترة دي من كتر ما الفايكنج كان محطوط عليهم طلبوا من حاكم الأندلس إن هم يمشوا مقابل تسليم كل الغنائم اللي خدوها، وإن هم يطلعوا منها بسلام. بس الأمير اعتبرهم قبائل ما ينفعش يتفاوض معاهم تماما، وأمر جيشه إن هم يقتلوهم لحد ما يتم إبادتهم كلهم. وبدأ الفايكنج بقى إن هم في آخر كام معركة إن هم يخسروا فيها، وهيبتهم راحت من بعد ما كان محدش بيقدر يقف قدامهم، ومن بعدها اختفى اي وجود ليهم تماما. وابقى اكتب لنا رايك في الكومنتات ايه السبب اللي كان بيخليهم غضبانين قوي كده وقت الحروب. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص، وطبعا ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين وان ربنا ينصرهم على الاحتلال الظالم. وكان معكم حسن الخولي.